حبايب قلب ام حبيبه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده كده يا حبايبي. حمات الله يسترها يا رب، عملت لنا على الشمس صعيدي. بصوا، احنا رحنا الغيط بتاع حماتي وجاي تعالوا بدل ما انتوا قاعدين كده، خدوا دقيق وتعالوا اعملوا كل واحده فيكم يا حقين دقيق لعيالكم، يعني اعملوهم عيش. فرحنا طبعا انا وسلفتي وحماتي راحت معانا، الله يديها الصحه يا رب. راحت عملتهم معانا يعني وكده، رحنا عملنا كل واحدة فينا عملت حجين يا حبايب. انا يعني احنا قاعدين في بيت عيالة بس يا حبايب، يعني كل واحدة يعني قاعدة لوحدها في شقتها يعني وكده. بس مثلا لو خبزنا عيش، لو عملنا حاجة زي كده للكل، يعني تدينا هي حماتي تدينا الدقيق وتدينا الحاجات دي يعني، وكل واحدة فينا تعمل حج دقيق لعيالها وكده، ونعمل لها هي برضك. فالمهم رحنا حبايبي كده، اديتنا كل واحد حقان دقيق، عملنا عجنتهم انا وسلفتي، وقطعناهم كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله ما فيش يعني احسن ولا انضف من حاجتك اللي تعملها في البيت. اما نجيب عشا طابونه يبقى كده مش حلو عشان ما نبدا ناكله، انه يعني نوكل للطيور، نوكل للفراخ والحاجات دي يعني، فاهمين؟ نيبذه كده ونحط في الشمس بس، وبعد كده نوكله للطيور وللبهايم يعني عزكم الله. وبعد ما عملناهم كده حبايبي، حماتي دي اللي كانت متسلم عليهم كده، تطبطب عليهم يعني، تسلم عليهم عشان تفرد الرغيف. تمام. ان شاء الله يا رب كنت الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بالله عليكم تشتركوا في القناه وتحطوا لنا لايك. الله يستركم يا رب يصلح حالكم. ونحطهم في الشمس برضه، يعني بعد ما نسلم عليهم كده ونطبطب عليهم نحطهم في الشمس عشان يعني يعلو، يعني نحطهم في الشمس يعلو. احنا في الغيط دلوقتي حبايب، يعني جنب البيت يعني اللي احنا ساكنين فيه، جنب البيت بتاع حماتي يعني احنا قاعدين فيه. نروح الغيط كده في شمس والجو حلو خالص. رب ان شاء الله اصور لكم، عامل لكم فيه يعني، وانا اصور لكم فيه كله واوريه لكم يعني. ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك حبايب قلب، الله يصلح حالكم ويسعدكم. بعدين كده نحطهم في الشمس عشان يعلو، لازم تحطهم في الشمس عشان يعلو يبقوا عاليين. ما هو ده اسمه عيش الشمس العالي. ربنا يعليكم يا رب. حطيناهم كده في الشمس. بعد كده كنا هنعملهم على الفرن عندنا الفرن البلد، الفرن ابو طينه، الفرن البلد بتاع زمان الحلو ده. حماتي كل حاجه يعني عايشه على زمان يعني. عندنا الفرن الثانيه، لكن لا تقول ما فيش احلى ولا اجمل من عيش الفرن البلدي، اللي هو نجيد عليه كده بالبوص والخشب والحاجات دي يعني، فاهمينه؟ بص، احلى اكل، احلى سمك، احلى طواجن تاكليها من الفرن ده، ما شاء الله يعني. فبعد كده ما العيش يعني اختمر وكده، حطيناه